سماحة الشيخ، ما هو حكم التبول وأنت مرتقي المرجوحة؟ التبول له حكمان. الحكم الأول أن تتبول في بطن، والحكم الثاني أن تتبول في صوندة، والوصوندة أكثر طهارتان، والله العالم. وفقكم الله شيخ. شيخنا، إذا وقع الحدث أي الخروج أثناء ارتقائك المرجوحة، سؤال محرج شيخنا، بس العلم ذا فيه إحراج. ما هو حكم الخروج وأنت صاعد في المرجوحة؟ من الواجب على العلماء والمعممين إذا صعدوا مرجوحتان أن يعملوا بالاحتياط، بل احتياط أن يلبسوا حفاظة، لأن هذا مكروه، لأنه من العورات أو من النجاسات التسعة. واضح شيخنا. فهذا أحوط وجوبا الحفاظة، والله العالم. شيخنا، ما هي فوائد المرجوحة؟ المرجوحة فيها ارتخاء للمفاصل وتسهيل للبواسير، وإذا كان أحدهم لديه حكاه فهذا يساعد على التدليك، والله أعلم. شكرا شيخنا. شيخنا، هذا زيك الرسمي ها شيخنا؟ هذا أعمله في المناسبات الرسمية، وهذه عدة العمل. هذا من الذي يصور بنا؟ تعال تعال عم مرغاب. اي الله يعافيك. قفل انت، قفل.